الفيديو ده مستفز واكتر كمان من مستفز. البنت دي اسمها علياء كاميرون، هي مشهوره في التيك توك، ناس كتير بتتكلم عليها. هي نوعا ما مش محبوبه، في ناس بتنمر عليها، في ناس بتقول مش عارفه عليها كلام. بغض النظر عن كل ده، يحبوها او يكرهوها، البنت دي اتعرضت للتحرش وبطريقه مشينه، واللي بتصورها واحده صاحبتها. بصوا الولد ده بيعمل ايه معاها. تحرش واضح وواضح وضوح الشمس، واصحابها كانوا بيصوروها، في بنت بتصورها وكانت بتضحك، وواضح جدا ان هي ما كانت يعني مش مبسوطه بالطريقه وزقت ايده. رجع ورا يا علياء. دي تعرضت للتحرش، وتحرش واضح وصريح. ما اعرفش حد اتكلم في الموضوع ولا لا، بس الموضوع مستفز جدا. تحبوها او تكرهوها دي حاجه ما تخصناش، مش معنى ان احنا نحب حد ان احنا نقف جنبه لو اتعرض لاي حاجه وحشه، ولو ما بنحبوش نسيبه بقى يتبهدل او يحصل فيه اللي يحصل، هو ما يخصناش ايا كان شخصيتها. احنا مش ملايكه، كلنا فينا عيوب، فينا الحلو وفينا الوحش. مش معنى ان انتوا بتكرهوا حد او هو بالنسبه لكم حد، شفت ناس كتير بتقول ان هي بتعملها بلوك وان هي تقيله على قلبها. ايا كان، مش معنى كده ان هي تتعرض لحاجه زي كده ونسكت. واضح ان هي ما كانتش حاسه، او هي طبعا زقت ايده، واضح ان هي اتضايقت، ما كانتش مرتاحه من الموقف، بس ما كانتش مدركه ان ده تحرش حقيقي. هل البنت اللي بتصورها كانت مدركه ان ده تحرش؟ مش عارفه، عشان ما بقاش بتهم حد ويطلع حد يقول لي حرام عليكي انت اتهمتي البنت وهي مش عارفه. بس التصوير واضح جدا. احنا بنقول للاطفال ان المنطقه دي ما حدش ينفع يحط ايده فيها، فما ينفعش ان ده تتعرض ليه بمدموزيل كبيره والكل يغض البصر ويتعامل على ان الموضوع ينتشر الفيديو والناس تهرج وتضحك وتستبيح البنت بالطريقه دي. هنتكلم ونقول اللي عمل حاجه زي كده يتعاقب عشان ما تتكررش تاني. هنلاقي طبعا ناس داخله بتدافع عنه كالعاده، زي الولاد اللي ضربوا بنت بالشلوت، وناس دخلت دافعت عنهم وقالت لا حرام ودول ما عملوش كده، وده حد واحد ولابس باروكه ومش عارفه عمل فيهم ايه وشتمهم وعشان كده ضربوه وصوروه. ايا كان، انا مش هسكت على الغلط، والناس اللي بتدخل عشان التبييز والترند، فانت بقى بتخشي تتكلمي وتتهمي الناس ظلم. طب انا يا جماعه اهو الفيديو، هل الفيديو ده ظلم؟ الولد ده ما بيتحرش، هو كان بيهزر. لو شايف ان ده هزار فخلاص، سيبهم يعملوا كده. عامة أنا شايفة إن ده مش هزار، وشايفة إن ده حاجة مشينة، وإن اللي عمل حاجة زي كده لازم يتعاقب. ومهما كان علياء دي ما بتحبوهاش، بتتنمروا عليها، مش طايقينها، أيا كان وضعكم عامل إزاي، ما تسكتوش، عشان اللي بيسكت هتتردله. ولو انتوا شايفين إن ده عادي فإن شاء الله هتحصل معاكم.